الشهيد مطهري رحمة الله تعالى عليه: شك واع خير من إيمان ساذج. إذا امتلكنا الإيمان الواعي المبتني على البراهين والحقائق والفهم العميق لحركة التاريخ، بالتأكيد سأكون قادرا على أن أصد كل هذه الحملات وكل هذا الغزو الثقافي. طبعا نحن لا نتحدث عن مسؤولية فردية هنا، المسألة تتعلق بالدول، بالمؤسسات، بالحواضر العلمية، بالمرجعيات الدينية، بالحوزات العلمية، بالمعاهد الشرعية. الجميع مطلوب منه أن يكون عنده هذه الهوية وهذا المبتنى الحضاري. وعندنا كنوز نحن، يعني هذه يكفي أن لدينا مدرسة قادة الإسلام أهل البيت، كنوز سبقنا إليها الغير. وهناك قول الإمام علي: الله الله في القرآن لا يسبقكم به غيركم. وعندما سبقت بعض الدول في الغرب الأخذ بالكثير من قيم القرآن وأحكام القرآن في العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، سبقتنا وصار شبابنا ينبهر، مع أنها هذه كلها قيم إسلامية أصيلة. شبابنا يعني يرتبطون بأصدقاء افتراضيين يبثون لهم أسرار بيوتهم، يتحدثون عن هواجسهم، عن همومهم. تجد ابني مثلا في 13 في 14، ابنتي تخاطب صديقا افتراضيا وتبث كل ما يدور حولها، بينما الأب والأم لا يعرفون عنها شيئا. لماذا؟ لأنهم حتى الأب والأم ليسا قدوة، هما أيضا منهمكين ومبهورين في هذا الجهاز. كان عبد الوهاب المسيري رحمة الله عليه في زمن التلفزيون يقول: كان عندنا شارع في القاهرة مليء بالكبريهات، وكان من يذهب إلى هناك يصنف أنه شخص منحرف، لكن في كل بيت صار وفي كل غرفة التلفزيون. كان يرى ذلك مشكلة كبيرة أن غرباء يدخلون البيت. ماذا سيقول عبد الوهاب المسيري لو كان حيا الآن عن أبنائنا وبناتنا، كل واحد حامل له موبايلين أو 3 ومرتبط بكل هذه المنصات الرقمية اليوم؟ طفل في العاشرة يشاهد باليوم مئات الريلزات على التيك توك، وهنا تتشكل ثقافته. إذا نبدأ من مؤسسة الأسرة. أنا يوميا يجب أن قصص ما قبل النوم هي أهتم بها لأبنائي، أعطيهم من وقتي، أتحاور معهم.